هو لما يبقى عندك لعيبه دوليه كلها لعيبه منتخبات، وجايب صفقات بالمليارات وعامل عقود بالمليارات، ده يعني سيبك من الصفقات حاجه والعقود دي حاجه تانية. القصه اصلا مش في الصفقات، القصه اصلا في العقود. يعني لما لاعب بيبقى بياخد، اقل لاعب في النادي الاهلي دلوقتي بياخد 50 مليون جنيه في السنه، والعقود بتوصل ل 100 مليون جنيه في السنه، وتبقى عامل موسم صفري، طالع من كاس مصر من فرقه درجه تانية بفضيحه، فرقه اتصالات طالع بفضيحه، طالع من بطولة افريقيا بفضيحة، من الترجي واخدك رايح جاي، كاس العالم للانديه اللي انت كنت عامل صفقات والليله دي كلها عشان تعمل حاجه فيه، طالع حصلت مجموعتك. الدوري مركز ثالث لحد دلوقتي، يعني حتى بعد ما انت كسبتني ثلاثه يا ابو ثلاثه يا مركز ثالث، لحد دلوقتي انت المركز الثالث، واحتمال بنسبه فوق ال 90 95% هتفضل في المركز الثالث زي ما انت، مش هتلعب بطوله افريقيا السنه الجايه. بعد كل الفشل ده فرحان بماتش، ومش فرحه عاديه، هو طبيعي انك تفرح انك تكسب الزمالك لان دي بطوله خاصه، بس الفرحه المبالغ فيها دي، وناس ما كنتش بشوفها بتتكلم في الكوره من شهور، ما اعرفش ان هي بتشجع اصلا الاهلي، وفجاه كده كله طلع من جحور وبقى يتكلم. فدي اللي بصراحه بتبين لك عظمه نادي الزمالك، وان نادي الزمالك ده عظيم قد ايه. ما انت مش هتفرح الفرحه الهستيريه دي وانت نادي كبير، الا لما تكون نادي كسبان نادي كبير زيك او اكبر منك كمان. بس كده يا اخواتي، صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ما تنساش تعمل الشير والفولو واللايك.